معانا النهاردة ترند الجلاش الجديد. هنعمله بسهولة وكأنك بتاكلي بيتزا شرقي بالظبط، وجميلة جدا وسهلة، وكمان ما بتاخدش منك أي وقت، وبتتعمل بأي مكونات عندك في التلاجة زي بواقي بقى الجبن، بواقي الفراخ، بواقي اللحمة، أي حاجة. وكمان حتى لو هتعمليها بالحوم بتتعمل بكميات صغيرة جدا وبيبقى طعمها خطير. يلا بينا بقى على ترند الجلاش البيتزا السهل الموفر جدا، وزي ما انتوا شايفين قدامكم طالع مورق وخطير وجميل، ومش قادرة اقطعه من كتر سخونته وحلاوته بصراحة. اول حاجة انا هعمل النهاردة جلاش باللحمة المفرومة وجلاش بالسوسيس. يلا بقى نشوف تعصيجة اللحمة في السريع كده بتتعصج ازاي. ربع كيلو لحمة مفرومة هيعمل معايا الصينية الكبيرة زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه؟ هنحط معلقتين زيت. اول ما تاخد اللحمه اللون الرمادي هنقطع عليها بصلايه ونحط عليها معلقه صلصه ورشه ملح، رشه فلفل اسود، رشه السبع بهارات، ونسيبها تتعصب كده، هي بكتير قوي مش هتاخد معاكي 10 دقايق. بعد كده سيبيها على جنب. انا بحب اجهز كل حاجتي الاول قبل ما ابدا في الجلاش. فهقطع الاتنين طماطم، اتنين قرن فلفل اخضر، نص قرن فلفل اصفر، نص قرن فلفل احمر، وطبعا لو عايزين الاكل سبايسي زي حالاتي كده هتحطوا معاهم قرن فلفل حامي كده. واتنين من الطماطم هنقطعهم مكعبات صغيرة جدا. لازم تجهزي حاجتك عشان خاطر ما تبقيش مشغولة وتقولي لا ده انا هحط الجلاش، لان الجلاش دوت احنا بنقطعه زي ما هتشوفوا دلوقتي وهنحط عليه الصوص، فلازم تكون حاجته كلها جاهزة عشان خاطر بمجرد ما تحطي عليه الصوص اللبن بالبيض بيتقلب معاكي زي العجينة كده، فما ينفعش ان انت تسيبيه لغاية ما تقطعي. فجهزي حاجتك كلها. انا خلاص قطعت كل حاجة. بعد كده بتجيبي لفة الجلاش وتقصيها بالمنظر ده. لو حسيتي انها تقيلة في المقص قوي اقسمي لفة الجلاش لنصين. انا هقطع دلوقتي حوالي لفتين، هي لفتين الحاجة بسيطة لان كنت واخدة جزء من لفة الجلاش. هنقطعهم كلهم بالشكل دوت. طبعا ده هيوفر علينا ان احنا نعمل الجلاش راق راق، هيتعمل بسهوله، مش هتاخدي 5 دقايق في التقطيع، وبيعمل كمان معاكي كميه كبيره. الصوص بقى اللي انا قلت لكم عليه هو عباره عن بضايه معاهم كوبايتين من اللبن. ده طبعا انا هعمل بيهم صينيتين، صينيه كبيره زي ما انتوا شفتوا، صينيه صغيره. حط عليهم معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، وممكن تحطي عليهم جوز الطيب. ولو عندك كمان بيكنج باودر بينفش الجلاش وبيخليه حلو جدا، بس ما كانش متوفر عندي. لو عندك هتحطي معلقه، قلبيهم كويس جدا جدا على بعض. هنعمل ايه؟ هتجيبي الصينيه، انا جبت اكبر صينيه عندي، دهنتها بالزبده زي ما قلت لك جهزي حاجتك. فانا سيحت الزبده الاول. في ناس تقولي ما حطيتيش الزبده ليه مع صوص اللبن؟ لا انا بحب اخليها كده لوحدها. هعمل ايه؟ هجيب كميه من الجلاش اللي انا قصقصته دوت واحاول افرده في الصينيه اهو، من غير بقى ولا ورقه ورقه ولا دهنت ورقه ورقه ولا وجع الدماغ ده كله. لا، اصل اللي انا قصيته حطيت شويه كده سويتهم. بعد كده بحط عليهم شويه من الصوص بتاع اللبن بالبيض اللي انا عملته او الخليط. بعد كده بحط عليهم حوالي معلقتين من الزبده واحاول افردهم كويس، اخلي الورق كله مش حته ناشفه وحته طريه، لا احاول اساوي الصوص في الصينيه كلها وما يبقاش مبلبل. اهم حاجه ان هو ما يبقاش مبلبل زي العجينه قوي 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 كده، وفي نفس الوقت ما يبقاش ناشف، يبقى وسط. بعد كده احط عليهم ربع كيلو لحمه المفرومه، وطبعا الفلفل اللي انا قطعته، واحاول اسويهم على الصينيه كلهم. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الربع كيلو اللحمه مع شويه الفلفل الالوان اللي انا قطعتهم والاخضر والطماطم ملوا لي الصينيه. وعلى فكره دي الصينيه الكبيره، يعني اكبر صينيه بنعمل فيها. بعد كده حطيت عليهم شويه زيتون، وهجيب بقى شويه من برضو الجلاش اللي انا قطعته واحط عليهم من فوق، بس طبعا مش بنفس كميه الورق الجلاش اللي انا حطيته تحت، لا بتبقى حاجه بسيطه، يعني تحت طبعا بيبقى اتقل من فوق. بعد كده برضو بحط عليه شويه من الخليط بتاع البيض واللبن، واحط عليهم برضو شويه من معلقتين من الزبده السايحه. بتحبي السمنه البلدي وعندك متوفره تمام، سيحيها وحطيها عليهم. هنحط بعد كده شويه من الفلفل الالوان والزيتون، ده اذا متوفر عندك. مش متوفر وعندك موتزاريلا حطي، هيبقى حلو جدا برضو. بعد كده هتخش الفرن لمده حوالي ربع ساعه على درجه حراره 180، طبعا في الرف اللي في الوسط. اول ما تلاقي الجلاش شرب اللبن ومسك نفسه ولعي الشوايه دقيقتين بالظبط. لو انت طبعا حاطه موتزاريلا هياخد وقت اطول من كده، بس على فكره هي سهله ولذيذه، ووفرت معاكي حته ان انت هتعملي الجلاش ورقه ورقه ونرجع ندهن ونرجع نرص ونرجع نظبط، ولازم تبقى الجلاشه قد الصينيه. لا ده سهله جدا وفي السريع وغدا حلو، وكمان بيعمل كميات قليله، صينيه كبيره. ما تنسونيش بدعوه حلوه، وما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك كيك اند كوك وذ آبة فاروق بنفس الصوره اللي عندكم دلوقتي على الفيديو. واكتبوا لي في التعليقات محتاجين ايه تاني، وما تنسوش لايك واشتراك للقناه، واكتبوا لي تعليق حلو زي كده 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 على الفيديو. مع السلامه.